تخيل تكون راكب في واحد الكار خارج من محطة الدار البيضاء وغادي لمدينة قنيطرة. كل شيء كان عادي حتى ضربوا نص الطريق. واحد الرجل ومراته طلعوا للكار في البلاصة فين جلسوا حدا رجليهم، لقاو واحد القفة بقات مبرصطاهم وقالوا مع راسهم يمكن مولاها نساها. هنا عيطوا للكريسون، جاو خداها. من بعد ما سول الناس شكون مولاها حتى واحد ما قال لي راه ديالي، هزها وهبطها مع الباكاج ديال الكار. من بعد مدة طلعت واحد الريحة في شكل. مشى الكريسون تيقلب تما وكان شاك في هذيك القفة، وفاش حلها لقى شي حاجة مستحيل يتقبلها العقل. مشهد من اخطر المشاهد اللي ممكن تخيلها. هاد القفة ماشي شي حاجة منسية، هذه كانت بداية قضية خطيرة حيرت البوليس لشهور. ولكن السؤال المطروح هو شكون خلى هاد القفة في الكار وعلاش؟ السر اللي مخبي فيها واش مستعدين تعرفوه؟ في مدينة الدار البيضاء الحركة كتعمر بالنشاط وكيف القاعدة، وفي المحطة الطرقية اللي معروفة في المدينة حديث ولا حرج. الساعة 3 العشية وحنا في الكار اللي شاد الطريق من كازا للقنيطرة. وكيف القاعدة بعض الكيران الله يهديهم كيوقفوا في وسط الطريق وكيهزوا البلايص، كيخدموا الخدمة ديال الطوبيسات. وهاد الناس ما كيطبقوش القانون، خصوصا وان هاد الشيء هذا ممنوع منعا باتا في المغرب. المهم هاد الكار هذا غادي في الطريق وخدام بحال الطوبيس، كيهز وكينزل وقت ما بغا وفين ما وصل. وهما على هاد الحال هذا حتى ضربوا نص الطريق. غادي يطلع واحد الراجل ومراته للكار، بداو يقلبوا على شي بلاصه فين يجلسوا. هنا غيلقاو شي بلايص اللور وغيجلسوا فيهم. وغير قعدوا لقاو واحد القفه معمره ليهم ديك البلاصه فين كتحط رجليك، ولكن ما يقدروش يقيسوها حتى يبان مولاها. ممكن شي حد نساها وغير جا يقلب عليها. المهم الراجل عيط للكريسون وقال ليه الله يرحم الوالدين، راه هاد القفه هذه لقيناها هنايا، فشوف ديال من. الكريسون بدا كيعيط ديال من هاد القفه ديال من هاد القفه، وحتى شي واحد ما قال ليه ديالي. وهنا هزا وهبطها معاه للباكاج، لربما يجي شي حد من بعد ويتسول فيها. والكار كمل الطريق ديالو للقنيطره. وملي وصلوا وقفوا باش يرتاحوا شويه. والكريسون كيف العاده كينزل كيرتاح مع الباكاج، يعني كتكون ديك الساعه البلاصه خاويه مازال الكار ما عمرش، فكيجبد تما وتيضربها بواحد النعسه. وبين ما توصل النوبه ديالو الثاني باش يعاود يعمر الكار ويرجع للدار البيضاء. ويلا الكريسون بدا كيطرخى شويه، بدات كتطلع معاه واحد الريحه في شكل ريحه ماشي هي هذيك. وفي ديك البلاصه ما كانش بزاف ديال الحوايج وديال الامتعه. ومن بين داكشي اللي كان تما ديك القفه اللي عطاه الراجل ومراته وما كانش مولاها، وبيديه هزها وحطها تما مع الباكاج. وهنا غيبدا يشمشم منين جات الريحه حتى غيلقاها خارجه من ديك القفه. الكريسون قال مع راسو ممكن هاد القفه هذه فيها شي لحام ولا شي دجاج، وممكن مع الحراره والطريق طويله فبدات كتعطي الريحه. ولكن اول ما غيحل القفه وغيشوف شنو فيها غادي يتصدم صدمه العمر. هاد القفه كانوا فيها يدين ورجلين بشريه. اول ما غيكتشف هاد الشيء غادي يدير 5 ايام وغيضربها بواحد الجريه لاقرب دائره ديال البوليس. وفعلا بسرعه البوليس جاوا للمحطه، واول تحقيقات غادي يبداوها مع هاد الكريسون وغيطلبوا منه يعاود لهم شنو وقع بالضبط من الاول حتى الاخر. والكريسون غيبدا يعاود لهم شنو وقع من اول ما طلعوا داك الراجل ومراته في النص ديال الطريق وهما غاديين للقنيطره. هما اللي لقاو ديك القفه في البلاصه فين جلسوا وعطاوها ليه، وسول الناس واش ما كاينش مولاها. ملي ما لقاهاش هز بيديه وهبطها للباكاج، لربما يسول فيها شي حد من بعد ويعطيها عليه. قال انا موالف كنبغي نرتاح، كنزل البلاصه ديال الباكاج كنرتاح تما كنتكا شويه بما وصلت الوقيته ويعمر الكار ونعاودوا نرجعوا عاوتاني نشدوا الطريق لكازا. قال لي بديت كنشم شي ريحه في شكل ريحه ماشي طبيعيه. قال لي فبديت كنقلب حتى لقيت الريحه جايه من هاد القفه، وتما فين قلبت ولقيت داكشي وجيت كنجري باش نبلغكم. وزاد اكد لهم هاد الكريسون بان هاد القفه هادي غالبا وبنسبه 100% راه جايه معاهم من الدار البيضاء، يعني اللي حطها في الكار وفي ديك البلاصه حطها في الدار البيضاء وماشي في شي بلاصه اخرى. هنا البوليس غادي ياخذوا الاقوال ديال الكريسون وكذلك حتى الاقوال ديال الشيفور ديال الكار، واللي غادي ياكد بدوره الاقوال ديال الكريسون. البوليس من بعد ما سالوا معهم وتاكدوا بلي الاقوال ديالهم متطابقه وحقيقيه
غادي يصيفطوا هذوك الاجزاء البشريه لمستودع الاموات وغادي يبلغوا النيابه العامه. وعلى حسب ما خداو من معلومات في الاقوال ديال غريسون وديال الشيفور ديال الكار، فكان لازم انهم يتواصلوا مع البوليس ديال الدار البيضاء، لان المعلومات اللي عندهم كتقول بانه بنسبه 100% هذيك القفه راه جايه من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من المحطه ديال الدار البيضاء. وداكشي اللي كان تواصلوا البوليس ديال قنيطره مع البوليس ديال الدار البيضاء وخبروهم بداكشي كامل. ومن بعد ما تواصلوا البوليس بيناتهم حاروا في هذه القضيه. شنو اللي خلى هذا المجرم يصيفط هذا الشيء هذا من الدار البيضاء للقنيطره؟ واش كان هذا الشيء هذا مقصود باش يضلل المحققين والبوليس يبعدوا من مكان الجريمه الحقيقيه ويبقاو يقلبوا غير في قنيطره، او لا كاين شي حاجه اخرى من وراء هذا الشيء؟ والحاجه الثانيه اللي مازال محيراهم وهي فين الكماله او باقي اجزاء الجسم ديال الضحيه؟ لقاو اليدين والرجلين والباقي فين يمكن يكون؟ المهم ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى البوليس ديال كازا غادي يلقاو واحد الجثه حدا البركاسات ديال الازبال حاشاكم. والجثه كانت ديال واحد الراجل العمر ديالو اكثر من 60 سنه. والجثه غادي يلقاوها بلا يدين وبلا رجلين، وغادي تبين لهم من خلال المعاينه بان هذا الراجل هذا خدا عده ضربات بالموس في الظهر ديالو. وتما جمعوا ما بين القضيه ديال هذوك الاطراف اللي لقاوهم في قنيطره وما بين هذا الجزء من الجسم اللي لقاوه في الدار البيضاء، لان هذه اللي لقاو في الدار البيضاء كانت ناقصه نفس الاطراف، يعني هذوك الاطراف اللي لقاوهم في قنيطره فممكن يكونوا ديال نفس الشخص. وهنا البوليس ديال كازا غادي يخبروا البوليس ديال قنيطره بالجديد في القضيه، وفعلا بعد التحاليل والفحوصات اللي غادي يديروا غادي يتاكدوا انه فعلا هذاك الجسد اللي لقاو في كازا واليدين والرجلين اللي لقاو في قنيطره هما ديال نفس الشخص. وهادشي اللي اكدوا الطب الشرعي. ومن بعد ما خداو البصمات ديال الضحيه غادي يلقاو بانه فعلا رجل في الستينات من العمر ديالو وساكن مع ولده في مدينه الدار البيضاء في واحد الدار اللي كانت في ملك الولد ديالو. فعلا البوليس غادي يمشيو لذاك العنوان وغادي يلقاو الولد ديالو كاين تما، وغادي يسولوه اول سؤال هو فين هو باك؟ الولد غادي يجاوبهم با هذه السيام هو غابر، ما عرف فين مشى، عييت ما نقلب عليه واش جا الزهايمر وما بقاش عاقل على الدار. المهم قال لهم عييت ما نقلب عليه، ملي ما قدرتش نلقاه مشيت للدائره وبلغت بالاختفاء ديالو. وهنا غادي يسولوه البوليس واش باك كيخدم ولا كيدير شي حاجه؟ غادي يقول لهم لا، با راه راجل كبير والصحه ديالو على قد الحال ما بقاش قادر يخدم، وانا اصلا ما مخليه ناقصو حتى شي حاجه، وإلا خرج راه كيمشي غير للقهوه ولا الجامع وكيرجع للدار. وهنا البوليس غادي يقولوا ليه باللي لقاو باه مقتول، وغيزيدوا يصدموه وغيقولوا ليه بلي لقاو نص الجثه ديالو حدا واحد البركاسات ديال الزبل في كازا، والرجلين واليدين ديالو لقاوهم في مدينه قنيطره. الضحيه الخوت ما كانش عنده غير هذا الولد، كانوا عنده ولاد اخرين. وهنا البوليس غادي يستدعيوهم وغادي يبحثوا معاهم كاملين وغادي يعمقوا معاهم البحث ديال بصح. هنا البوليس غادي تبان لهم واحد الحاجه في شكل، هو سيمانه باش لقاو هذوك اليدين والرجلين في ديك القفه في قنيطره. فين كانت الباقي ديال الجثه حتى لدابا عاد باش بانت في كازا. ومن بعد ما سالاو معاهم البحث ما غيستافدوا منهم حتى شي معلومه جديده وغادي يخليهم يمشيو في حالهم. ومازال ما داش اسبوع على هذه الجريمه غادي طرا واحد الكارثه اخرى. وفي جوايه 11:30 ديال الليل واحد خونا غادي يعيط للبوليس باسم مجموعه من الشهود، يعني هو كينوب عليهم، وغادي يخبرهم بانهم لقاو واحد الجثه ديال واحد السيد مقتول. غادي ياخذوا منه البوليس العنوان وبسرعه غادي يكونوا في مسرح الجريمه. وتما غادي يلقاو الجثه ديال واحد الراجل اللي العمر ديالو تقريبا واصل جوي ديال 67 عام ومقتول حدا الحانوت ديالو. ومن بين الناس اللي كانوا مجموعين تما كان الولد ديالو وكان كيبكي ومصدوم من داكشي اللي وقع لباه. البوليس من بعد ما طوقوا مسرح الجريمه غادي يجيبوا الولد اللي كان تيبكي وغادي يسولوه واش فعلا الضحيه هو باه. وهذا الولد غادي ياكد لهم فعلا باللي هذا راه باه. وهنا غادي يسولوه وغادي يقولوا ليه عاود لينا شنو وقع من الاول حتى الاخر. الولد غادي يقول لهم بلي باه كاري هذا المحل ديروا حانوت كيبيع ويشري فيه المواد الغذائيه. قال لهم با كيخرج الصباح بكري مع 7 ديال الصباح كيحل الحانوت وما كيرجع للدار حتى الليل، وقليل فين كان كيجي يتغدى معنا في الدار، واغلبيه حنا اللي كنديو ليه الغداء حتى الحانوت. موالف كل ليله كيحسب رزقه وكيهزو معاه وكيتم راجع للدار. قال لهم هاد المره بقينا كنتسناو فيه يجي ولكن تعطل عليهم، وفاش جا باش يشوف شنو واقع
غادي يلقى باه طايح في الارض والناس مجموعين عليه، وملي غادي يجي يقيسو غادي يلقى باه صافي مول الامانه دا امانته. وهنا الناس غادي يتصلوا بالبوليس. البوليس من خلال المعاينه ديالهم غادي يلقاو باللي الحانوت مسدود بالقفل، والسارود ديال القفل كان مليوح حدا الجثه ديال الضحيه، وفي الجيب ديال الضحيه غادي يلقاو مبلغ ديال 2500 درهم. يعني الجاني قتل الضحيه من بعد ما سد المحل ديالو ماشي قبل، حيت ما يمكنش يقتلو ويسد ليه المحل. وزيد على هادشي الفلوس مازالين في جيب الضحيه، وهادشي كيعني بان الجريمه ما كانتش بهدف السرقه. وهادشي اللي اكدوا ولد الضحيه ان هذاك المبلغ اللي كاين في الجيب ديال الاب ديالو يعني تقريبا هذاك هو نفس المبلغ اللي كيطلع للدار، لانه دائما كيحسبوا قبل ما يجي عندهم، يعني راه ما تسرق ما حتى حاجه. وهنا في هذه القضيه غادي توقع شي حاجه غادي تخلي البوليس يشكوا باللي كاينه شي علاقه ما بين الجريمه الاولى وهذه الجريمه الثانيه. يعني نفس المجرم هو اللي ارتكب هذه الجرائم بجوج، لا اللي لقاو نص في قنيطره ونص في كازا، وهذه اللي لقاو كذلك في كازا. والحاجه اللي خلات البوليس انهم يشكوا في هذا الشيء هذا هو ان الضحايا عندهم تقريبا نفس العمر، يعني بجوجهم كيتعداو 60 سنه. وزيد على هذا الشيء هذا الطعنات اللي كاينين في الظهر، الجثث بجوج مطعونين في الظهر ديالهم عده طعنات. والحاجه اللي كانت صادمه اكثر هو ان مول الحانوت كانت يديه اليسريه مقطوعه ومحطوطه حداه، وهادشي اللي كيعني ان المجرم خدا وقته وخدا راحته كذلك حتى دار داكشي اللي دار. البوليس القضيه عندهم غادا كتعقد لانهم قدام قاتل متسلسل، والاخطر من هذا الشيء هو انه ما كيقتلش بدافع السرقه، فهذا ما يمكنش يكون الا مريض نفسي، وبحال هاد الناس اللي كيشكلوا خطر كبير على السلامه ديال المواطنين. البوليس خصهم يلقاو شي حل قبل ما يكثروا ويتزادوا الضحايا، وهادشي اللي غيزيد الضغوطات على البوليس باش يوصلوا ليه قبل ما يزيد يطيح ارواح اخرى وناس ابرياء. في الاقوال ديال عائلات الضحايا اكدوا لهم بانهم ما عندهم حتى شي عداوه مع شي حد، ناس كبار وداخلين سوق راسهم، واللي صفى لهم بالطريقه الوحشيه ما دار لهم والو. والحاجه الاخرى اللي كانت مشتركه ما بين جوج الضحايا هو انهم كانوا ساكنين تقريبا في نفس المنطقه او نفس الحومه، يعني قرابين من بعضياتهم. السؤال هنا اللي محمق البوليس، واكيد غيكون محمقكم حتى نتوما وباغيين تعرفوا الجواب ديالو، هو شكون هو هذا السفاح اللي غير دايع ودير هاد الحاله في الناس وكيقتل وقت ما بغا وكيف ما بغا وبالطريقه اللي قالها ليه راسو وما خايف من حتى شي واحد. المحققين غادي يزيدوا يعمقوا البحث ديالهم وغيعاودوا ياخذوا الاقوال ديال الشهود من جديد على امل تخرج شي معلومات في القضيه، ولكن للاسف ما كاين حتى جديد لا في القضيه الاولى ولا حتى في القضيه الثانيه. من بعد واحد المده قصيره غادي يجيهم بلاغ جديد، واحد الراجل في الخمسينات من عمره غادي يلقاوه مقتول وبنفس الطريقه، شابع طعنات في الظهر ديالو وطايح على وجهه. غادي يتصلوا بالبوليس وبسرعه البوليس غادي يكونوا في مسرح الجريمه، وهاد الجثه غادي يلقاوها في واحد الباركينغ وحدها البركاسات ديال الزبل. وبعد المعاينه غادي تبين لهم بان الضحيه تلقى عده طعنات كذلك في الظهر ديالو، وحتى هو يدو اليسرى مقطوعه ومحطوطه حداه. وحداه الكروسه دار على انه بقشاش كيدير داكشي ديال البالي، كيدور على البركاسات وكيجمع فيها داكشي اللي باقي صالح وتيعاود فيه البيع. والسؤال اللي كيطرحوه البوليس هاد الساعه، واش هاد السيد نيت تقتل الصباح ولا تقتل البارح في الليل؟ لان الناس اللي بلغوا في الصباح بكري. فالبوليس قالوا هنا الا كان فعلا تقتل في الصباح فضروري ومؤكد غادي يكون شي حد داز حداه وشاف شي حاجه، ولا يقدر يفيدنا شي حد بشي معلومه توصلنا لهذا المجرم الخطير. واللي غادي يوضح لنا هذا الشيء هو الطبيب الشرعي، وفعلا الطبيب الشرعي اكد لهم بان الضحيه تقتل بارح في الليل، يعني داز على الوفاه ديالو شي 8 السوايع ولا 9 السوايع. يعني كيف ديما المجرم تياخذ وقته وراحته وكيدير ديك الجريمه وكيتفنن فيها على خاطره كيف ما بغى. البوليس ولاو متاكدين انهم كيتعاملوا مع نفس المجرم، مولد الجريمه هو نفس الشخص اللي ارتكب الجرائم الاخرى. والحاجه اللي استنتجوها وصلوا ليها المحققين ان هذا المجرم كيغدر بالضحايا ديالو كيطعنهم في الظهر، ومن بعد ما كيطيحوا عاد كيدير فيهم داكشي اللي كيدير من بعد. والحاجه الاخرى اللي غير ردوا ليها البال باللي جميع الضحايا من نفس الحي. وهنا البوليس غيضيقوا مكان البحث، لربما يوصلوا شي نتيجه بالزربه. وبما ان الضحايا من نفس الحي ربما حتى المجرم يكون من نفس الحي. وهنا المحققين غيبداو واحد الحمله وتحقيقات كبيره مع ساكنه الحي. والحاجه اللي صعبت القضيه هو ان الجاني ما كانش كيخلي حتى شي اثر ولا شي دليل ضده ولا حتى شي بصمه. واخا البحث المعمق اللي داروه مع العائله وسكان الحي فما وصلوا حتى شي نتيجه، ويبقاو هاد القضيه بثلاثه ملفاتهم مفتوحين. والبوليس مازال كيقلبوا وما داز شهرين على هاد الجرائم حتى غادا توقع واحد الكارثه واحده اخرى. واحد الراجل كبير في العمر كيجلس غير قدام باب الدار ديالو، غير هو الله يعفو عليه بلي بالشراب، كيحط حداه تما قريعات ديال الشراب كيشرب حتى كتوصل ديك 11 ديال الليل وكيتم طالع للدار ديالو ينعس. هذه هي البليه ديالو فقط، ما كيأذي حد ما كيوصل حد
ولدو موالف هو اللي كيهبطوه حتى كيحطو تما وكيحط ليه دوك القريعات تما وكيطلع وكيخليه تما على خاطرو. واحد الوقيته ولدو نزل يطلع ليه واش ما خصو شي حاجه، فغيلقى القريعات في بلايصهم وباه ما كاينش، او فين غيكون مشى با، ولف غير كيكمل قريعاته وكيطلع للدار ينعس. المهم مشى تيدور تما في الدرب وتيسول الناس ديال الحومه واش ما شافوش باه، وحتى شي واحد ما شافو. وفاش غادي يكون راجع في الطريق غادي يلقى واحد الخنشه، واللي لاحظ ان هاد الخنشه هادي ما كانش فاش كان غادي، يعني راه ما تعطلش باش داز ورجع. وغيلاحظ ان هذيك الخنشه كان فيها الاثار ديال الدم، والسيد غير حل هذيك الخنشه يطلع شنو فيها ويغوت بربي اللي خلقه، حتى غادي يتجمع عليه الدرب كامل. هاد الخنشه كانوا فيها اليدين والرجلين ديال باه. الولد غير شاف هاد الشيء هذا تصدم، هز التليفون ديالو مباشره عيط للبوليس. والبوليس كيف القاعده غادي يجيو على وجه السرعه لانه ولاو عارفين شنو كاين. البوليس اول ما وصلوا من المعاينه الاوليه عارفين راسهم مع من كيتعاملوا، عارفين راسهم انهم قدام نفس القاتل المتسلسل، نفس الطريقه ديال القتل. غادي يبداو التحريات والبحث. هنا العائله ديال الضحيه غادي يقولوا لهم باللي باهم كيبقى جالس قدام باب الدار وما عمرو كيفوت الباب، كيسالي البليه ديالو الله يعفو عليه وكيطلع للدار. واحد شويه غادي يجي عندهم واحد السيد جارهم غيجي عند البوليس تما، وحتى هو تقريبا تقدى ديال باهم، وغادي يقول لهم كان دايز قدام الدار ديال الضحيه وشافهم اللي كان جالس قدام الباب، وشاف واحد السيد من الساكنه ديال الحي كان جالس معاه، وحتى هو كبير في السن وكيبيع جافيل وهو معروف في الحي. وقال لهم مشيت ولقيتو مع الضحيه، وملي رجعت لقيتو مازال جالس معاه. المحققين غادي يسولوهم على المحل ديال مول جافيل فين تيسكن. الجيران غادي يقولوا للبوليس بلي هاد مول جافيل راجل كبير في العمر، ومراته ماتت هادي 20 سنه وما عنده لا وليدات لا والو. غادي يمشيو للدار ديالو وغيبقاو يدقوا عليه وما غيلقاوش. واحد جارته خرجت عندهم وقالت لهم راه موالف الا تعطل 6 العشيه كيرجع لدارو، ولكن اليوم ما جاش. شوفوا الساعه شحال وصلات ومازال ما دخلش للدار. البوليس غادي يبداو يشكوا في هاد مول جافيل، فبما انه مازال ما رجعش للدار ديالو، شوفوا الوقت شحال وصلات مازال ما دخلش، فممكن يكون هو القاتل اللي تيقلبوا عليه. وغادي يشكوا حتى في هذاك الشاهد اللي جا وقال لهم باللي شاف هاد مول جافيل مع الضحيه. والحاجه اللي جاتهم غريبه وعلى حسب الاقوال ديال الابن انه كان عند باه وما تعطلش، ملي هبطوا وطلع وعاود نزل باش يشوفوا واش ما خصها شي حاجه وما لقاش، وفاش مشى يقلب عليه دغيا رجع لقى ديك الخنشه. فكيفاش هاد المجرم دار هاد الشيء هذا كامل بهاد السرعه الكبيره؟ وهنا المحققين غادي يتقسموا لعده فرق، اللي غيراقب الحي واللي غيقلب على مول جافيل، وكذلك اللي غيمشي يجيب هذاك الشاهد اللي قال لهم على مول جافيل. وما داش بزاف ديال الوقت حتى المحققين غادي يتلاقاو مع مول جافيل ودافع الكروسه ديالو وراجع لدارو، وغادي يوقفوه البوليس. اجي هنا الشريف، فين كنتي حتى لهاد الساعه هادي؟ غادي يقول لهم اودي راني كنت خدام ودابا راجع في حالي لداري، يعني شنو غادي نكون داير كاع؟ البوليس غادي يقولوا ليه واخا بالنهار عرفناك كتضل كدور بالكروسه ديالك، ولكن دابا شوف شحال الساعه 12:30 الليل هادي، دابا جاوبنا فين كنتي ومنين جاي. هنا مول جافيل غادي يجاوبهم كنت في القهوه، غير ساليت الخدمه ديالي ومشيت جلست في القهوه. ولا تفكرتوا هذاك الشاهد راه قال لهم باللي راه شاف مول جافيل جالس مع الضحيه، وفاش عاود رجع لقاه مازال جالس معاه. وهنا البوليس غادي يشدوه من اليد اللي ضراه وغادي يقولوا ليه حتى دابا سيدي طاحت ولقيناها، يلاه معنا دابا ورينا هاد القهوه هادي اللي كنتي جالس فيها واللي كتبقى حاله حتى لهاد الوقت هذا. فعلا مول جافيل غادي يديهم لواحد القهوه، وغير غادي يوصلوا غادي يلقاو كاع الريدوات هابطين، غادي يبقاو يدقوا تما على الله يحل لهم شي واحد. يمكن يكون شي حد كيبات في القهوه ولا يكون شي عساس ويقول لهم واش فعلا هاد القهوه كانت حاله حتى 12 ديال الليل ولا لا. هما كيدقوا واحد شويه خرج لهم واحد السيد عساس على واحد الكراج حدا القهوه، غادي يقول لهم الا كتسينوا شي حد يحل لكم راه ما كاين حتى شي واحد تما اللي غادي يحل لكم. هاد القهوه كتسد مع 9 ديال الليل وما كاين حتى شي واحد اللي كيبات تما، مولاها كيسد القهوه وكيمشي في حاله لدارو. البوليس هنا غادي يتاكدوا باللي ان هاد مول جافيل هذا غير كيكذب عليهم وباللي ما كاين لا قهوه لا والو، القهوه اللي داهم ليها اصلا كتسد مع 9. كيفاش حتى هو بقى جالس فيها حتى 12 ديال الليل؟ البوليس غادي يطلعوا مول جافيل للصطافات وغادي يديوه للكوميساريه باش يعمقوا معاه البحث. هاد مول جافيل راجل كبير في العمر سميتو العروسي، ولكن واخا العمر ديالو اللي ممكن كبير ما شفعليش مع البوليس باش ما يشكوش فيه، او يقولوا انه من غير المحتمل باش يكون هو اللي وراء هاد الجرائم كاملين. مول جافيل كانوا ضدو بزاف ديال الشبهات، واخا هو بالنهار كيضل دايع مع كروستو الزناقي كيبيع جافيل، ولكن في الليل فين كيغبر؟ هو الوحيد اللي كان ساكن قريب من هاد الضحيه كاملين. المهم غير غيكثروا عليه شويه ديال الاسئله وغيبداو يضغطوا عليه. السيد غادي يعترف لهم بوحدو وغادي يقول لهم باللي فعلا هو اللي كان وراء هاد الجرائم كاملين، وغادي يعاود لهم حتى كيفاش كان كيدير هاد الجرائم هادو بالتفصيل. قال لهم باللي دائما كان كيغدر بالضحايا ديالو وكيضربهم من اللور في الدار، وهو كيتلذذ وكيفرح فاش كيشوف الضحايا ديالو كيتعذبوا وكيتقطعوا قدامه. هاد مول جافيل كان كيغدر بالضحيه ديالو وكيضربوا في الظهر وكيهزو وكيحطو في الكروسه
وكيغطيها بواحد الباش وكيديها للدار ديالو وتما كيقطعها وكيدير فيها ما بغا وتيشوف الكانه ديالو شنو غادا تقول ليه. واش غادا تقول ليه يفرق هذوك الاطراف ويلوح كل طرف في بلاصه اولا يخلي داكشي كامل حدا بعضياته. الجريمه الاولى اللي دار العروسي كان عنده الوقت كامل يدي الضحيه للدار ديالو ويدير فيه ما بغا. وحتى الجريمه الثانيه حيت السيد اللي قتل كان جارو دا للدار دار فيه ما بغا وجمع داكشي اللي جمع وحطو قدام باب الدار. ومن بعد غادي يوري البوليس البقيه ديال الجسد ديال داك جارو اللي كان كيشرب قدام باب الدار ولقاو غير الاطراف ديالو. غادي يقول لهم باللي راه رمى الجسد ديالو حدا واحد البركاسه قريبه للدار تما. بما ان التحقيقات كانت في ديك الليله نفسها فكانوا مازال ما لقاوش الجسم ديال الضحيه هذه. اما هادوك جوج الضحايا لا هذاك اللي لقاوه في الباركينغ حدا دوك البركاسات ولا الضحيه اللي لقاوه حدا الحانوت ديالو فهادو ما كانش عنده لا الفرصه ولا الوقت باش يهزهم ويعاود يرجعهم لديك البلاصه. هذاك الشيء علاش ضربهم وخلاهم طايحين تما وقطع عليهم اليد اليسرى ومشى في حالاته. الخطير هو ان هذا العروسي هذا ما كانت بينه وبين الضحايا حتى شي علاقه ولا حتى الهضره. والسبب اللي خلاه يدير هذه الافعال الخطيره هو انه كيلقى المتعه ديالو في هادشي اللي كيدير. العروسي او كما كانوا كيلقبوه بقاطع اليدين غادي تحكم عليه بالاعدام وهذا الشيء سنه 1990 وهي نفس السنه اللي ترتكب فيها هذه الجرائم. وبالتالي البوليس غادي يوضعوا حد الاخطر للقتله المتسلسلين اللي دازوا في الدار البيضاء في ديك الوقيته. وهذه كانت قصتنا اليوم. الخوت الحذر ثم الحذر وعمركم ما تثقوا في شي حد كيف ما بغى يكون. هاد الزمان ما بقينا عارفين ما بين بنادم اللي مريض ولا بنادم اللي طماع ولا بنادم اللي حاسدك في شي حاجه ولا بنادم اللي حاقد عليك. واجب الحذر ثم الحذر والثقه الزايده لا انصح بها. هذه هي العبره من هذه القصه. وكيف دائما هاد القصص اللي كنعاودوا في القناه هي دائما من اجل العبره باش ناخذوا منها العبره فقط. والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم من شر الخلق. هاد القناه راه محتاجه لي لايك ديالكم الخوت. الله يجازيكم بخير باش نكبروا العائله ديالنا والقناه توصل للمغاربه في جميع انحاء العالم. ما تنساوش كذلك البارطاج مع الاصدقاء ديالكم واللي مازال ما اشترك كذلك يشترك ويفعل جرس التنبيهات باش توصل دائما بكل جديد. وشكرا لكم الخوت من القلب. تحياتي لكم ونشوفكم في القصه الماجيه.